واخيرا اليوم كتب انني نشارك معكم الرايب ديال الدار كنحضروه في القلعه. كيعطينا كميه اللي كبيره وكيجي لذيذ بزاف، والاهم انه خاطر وثقيل ومكونات اللي هي بسيطه احسن من اللي كيتباع على برا. هذا الفيديو عند طلبكم اخواتي، بزاف البنات طلبوا لي الفيديو ديال التقديه. حضري معنا الرايب ديال البنان والرايب ديال الفريز، واليوم غنشارك معكم الفيديو بكل تفاصيل. هذا الرايب ساهل في التحضير ديالو، ما فيهش مكونات بزاف، وحتى انه حاجه لذيذه وصحيه طبيعيه عاوتاني تحضروها في الدار. يلا نمشيو مباشره لطريقه التحضير. وغادي نبداو بالرايب ديال البنان. غادي ندير به يوطرو نص. بالنسبه للمكونات اللي عندي في الكاسرونه، عندي نص يوطرو ديال الحليب، غادي نضيف عليه نص يوطرو ديال الماء، غادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. السكر دائما كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ممكن تضيفوا حتى 6 ديال المعالق. يوطرو نص راه تجيو فيه حتى 6، غير انا كنقص السكر. غادي نضيف فلون ديال البنان، يعني فلون ديال الموز، ممكن نضيفوا حتى 2 علب ديال الفلون. ضفت وحده هي اللي كانت عندي باقيه، فيها 4 غرام، يعني اللي كتجي في نص يوطرو. الاحسن نضيفوا 2 الا كان عندكم. المهم غادي ندير هذا الحليب على النار حتى يغلى بحال كما كنديروا فلو عادي. فواحد الاناء واحد اخر غادي ندير نص يوطرو ديال الحليب، وغادي نضيف عليه حليب غبره ولا حليب نيدو. هنايا عندي نص كاس. هاد الحليب غبره غادي يجينا مع داك نص يوطرو ديال الماء اللي درناه. الا ما درتوش نص يوطرو ديال الماء استغناو على حليب نيدو، فهمتوا؟ ولا درتو يوطرو ديال الماء، يعني بغيتو ديروا يوطرو حليب ويوطرو ماء، غادي ديروا كاس ديال حليب غبره. المهم ضفت عليه حتى الياغورت بنكهه الموز، وخلط مزيان المكونات مع بعضياتهم. من بعد ما غلى لي الحليب اللي كان فيه فلو، غادي نزيد معاه هذاك الحليب اللي خلطنا فيه الياغورت وخلطنا فيه الحليب غبره. صافي غادي نجمعوا المكونات بجوج ونخلطوهم بجوج مع بعضياتهم مزيان بالخلاط يدوي ولا بالخلاط الكهربائي اللي بغيتو. المهم نخلطوهم مزيان ونديروهم يا اما في قرعه كما غادي ندير انايا. انا درت في القرعه غير باش نبين لكم وباش يكون الامر واضح، يعني شحال ديال العبار. اما الاغلبيه راه كندير عندي في واحد بحال كيسان ديال الزاج، قريعه ديال الزاج هكا كبارين. وانتيا ممكن ديري في طنجره الضغط تسدي عليه، ديجا درتو في طنجره الضغط واحد المره وشاركته معكم كيجي زوين. اولا ممكن ديرو في العلبه تكون محكمه الاغلاق وتغطي عليه وتخليه يا اما ليله كامله يا اما 8 ديال الساعات على الاقل. غادي نمشيو نحضروا الرايب ديال الفريز في نفس الكاسرونه اللي درت فيها نفسها. درت فيها نص يوطرو ديال الحليب، زدت عليه 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، فلون بنكهه ديال الفريز. ممكن ديروا حتى لجوج، انا درت غير وحده. هذا الفلون الوزن ديالو تقريبا 4 غرام، يعني كيجي في نص يوطرو ديال الحليب وما فيهش السكر، يعني درت غير علبه صغيره. نخلط مزيان المكونات ونديرو على النار، يعني هذا بحال الفلو العادي. غادي ناخذ واحد الاناء واحد اخر ندير فيه نص يوطرو ديال الحليب. هذا ديال الفريز غادي ندير غير يوطرو، غادي ندير غير يوطرو باش نسهل عليكم. غنضيف عليه واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه ديال الفراوله. انا عندي هذه ديال الفواكه مشكله. الا كان غير ديال الفريز ديروا غير ديال الفريز بوحدو، نكهه ديال الفريز. كان عندكم نكهه ديال الفريز يعني اللون ديال الفريز، ممكن تضيفوا النكهه ديال الفريز باش يعطيكم واحد اللون معزز. انا ما كانش عندي، خليتها غير هكذا طبيعي. من بعد ما غلى لي الفلون غادي نضيفو على الحليب اللي خلطناه مع الياغورت. هنا ما درناش حليب غبره، هي درتو هكا يعني عمدا باش الناس اللي ما عندهمش يعرفوا ان بجوج الوصفات راهم ناجحين، يعني ممكن يستغناو عليه. ولكن انا درت غير يوطرو ديال الحليب، يعني ما زدتش الماء في هذه الوصفه الثانيه. نتمنى يكون واضح لكم. المهم غادي نخلط الحليب البارد، نص يوطرو ديال الحليب بارد مع نص يوطرو ديال الحليب اللي درناها غلات مع فلو. نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم وغنديرهم في القرعه. في القرعه كما قلت لكم، ولا في بواط هكا محكمه الاغلاق، ولا في طنجره الضغط. المهم فاش ما درتو، المهم غادي يبقى فشي حاجه اللي تبلع عليها مزيان باش تبقى فيه ديك السخونيه لداخل. ان شاء الله الا بغيتو نشارك معكم فيديو جاي الرايب اللي كيكون بنكهه ديال الفاني كيكون بيض، كنديرو بطريقه واحده اخرى ما كنديرش فيه فلون، لان فلو كيغير له اللون ديالو والمذاق. شاركوا معكم ان شاء الله، خليوا لي في التعليق ونشاركوا معكم. انا ديما كنديرو سورتو في رمضان. المهم البنات في هاد الساعه غادي نحاول نغطي عليه مزيان باي طاوله. المهم خصو يكون يبقى دافي، وغادي لان حنا رانا في الجو بارد. المهم غادي نغطي عليه وغادي نخليه ليله كامله حتى الغداري وغنشوفوه. انايا حيدت كاع طرفتو من هاد الجهه، درتو في الفران باش ما يقيسه حتى شي حد، ما يقرب له حتى شي حد. غطيتهم هذيك المانطه ودرتهم في الفران هكا على شكل طوري ناعسين كما كيبان لكم في الفيديو، وخليتهم ليله كامله حتى الصباح وصافي وانا غادي نجبدهم. المهم البنات فاش جبدتهم كنحاول اني نحركهم واحد شويه بحال هكذا. الا درتوهم في شي اناء ولا هكا في
في طنجره الضغط حاولوا انكم تحركوا بالفوي. انايا بلا ما نفرغ غير بحال هكذا كنبقى ندي ونجيب في القرعه حتى هذاك الرايب يتحرك ما يبقاش مكتل. يعني في الاول كيبقى غير بحال الكتل، يعني كيكون شويه عاقد. ملي كنبقاو نخلطوه شويه كيخفاف صافي. غادي نفرغوا في الكيسان باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. صراحه كيجي لذيذ بزاف، راه كيجي بنين، وكاين كيعطيك واحد الكميه كثيره احسن من كيتشريو على برا، كنقيم اقتصادي. وممكن ديروا بزاف ديال النكهات. انا اليوم شاركت معكم النكهه ديال الفريز والنكهه ديال البنان. ممكن ديروا حتى النكهه ديال البيستاش بلاصه الياغورت، غديروا الياغورت ديال البيستاش وديروا حتى النكهه ديال البيستاش اولا السيرو ديال البيستاش، راه كيتباع في المحلابات. غادي يعطيكم حتى هو نفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه يعطيكم نفس النتيجه. انا نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش بابوني اشتراك في القناه باش يوصلكم دائما كل جديد ديالي. طبعا اشتراك فضلا وليس امرا حبيبات قلبي، ولايك زوين بحالكم. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.